في جزء تاني من الصالون ده علي ما اسماعيل. اتكلمناش على الاغاني طلعت في حرب 73. ما انت رحت في حته تانيه ليه؟ انا بس عشان في ناس، معلش انا اسف في المصطلح، بتفرط مني. في ناس بتفرط مني بمعنى ان قاموا وبردوا وروحوا وبتاع كده. فانا عايز اسمع. انا بس المايسترو قال حاجه مهمه قوي في الحته اللي كان بيقولها عمرو دي، بس يعني هنحاول نرجع لها تاني. خالد شبانه كان عنده شهاده، مش هي ما تعتبرش شهاده، بس هو خالد عمل سهرة شريعي، صح؟ خالد هو المخرج اللي كان بيخرج البرنامج اهو. خالد شبانه اهو ده وبنته اهي اللي عملت الحاجات اللي نزلت كل الفيديوهات دي متطوعه معاه من يعني من معجبين من حبها لعلي اسماعيل. بحبه جدا بجد، وكان عندي كم بسنت تعليق وتعقيب على انتي بسنت؟ ايوه انا بسنت خالد شبانه خريجه اعلام، يس ايوه وعرفت ان علي اسماعيل شمت ريحه علي اسماعيل بس قالت انا اهو انا معاكم. ده حقيقي. خالد شبانه هسيبك تتكلمي، بس خالد شبانه احنا عارفين اهدي بقى. احنا عارفين غواص في بحر النغم العظيم بتاع عمار الشريعي. خالد حوله لصوره بعمار. سهرة شريعي دي كان عمار الشريعي بيجي يقعد فيديو على مدى سنين، وخالد المخرج بتاع سهرة شريعي. فعمار الشريعي عمل حلقة عن علي اسماعيل غريبة. اتفضل يا استاذ خالد، خد ده شغال معلش عشان بيحاسبوني على الأسئلة. هو أشرف بس بيلقط حاجات في المكالمات وفي القعدات اللي بنقعدها ويقوم مفاجئنا بيها. أنا بس هحاول بسرعة طالما أنت ذكرت غواص بحر النغم. هو أنا كنت في الجامعة في إعلام القاهرة، وعلى طول كنت أسمع غواص بحر النغم في التوقيت بتاعه، وانا بكتب مذكراتي كده كاتب ان انا نفسي احوله لتلفزيون. يعني كان نفسي الكلام ده سنه 86 87، فكنت نفسي احول غواص بحر النغم للتلفزيون لغايه ما جبت. انا عارف ان اكبر منك ب 50 سنه.